تفتكر ليه كل أخصائيين التغذية وكل الدكاترة على مستوى العالم كله بيحذروا من الدهون المتحولة أو الترانس فاتس؟ ودي بتنتج من هدرجة الدهون أو بتنتج من الدهون المهدرجة، ودي بتبقى موجودة في كل الجبن نباتية الدهن والسمنة والزبدة الصناعي ومبيض القهوة، كمان في الكيك والبسكوتات المعلبة أو اللي موجود في الأفران اللي سعره قليل. وكمان الدهون المتحولة او المهدرجة دي ممكن تضاف على اي حاجة سبريد بتتفرد على السندوتشات زي زبدة الفول السوداني في بعض الانواع، زي الحلاوة سبريد الى اخره. مع الاستخدام المستمر بيبتدي نوعية الدهون دي تبوظ مستوى سكر الدم، وده بيؤدي بعد كده لمقاومة انسولين وكمان السكر النوع التاني، وكمان بيزود الالتهابات المزمنة في الجسم، وكمان بيزود الكوليسترول الضار ال LDL وبيقلل الكوليسترول النافع ال HDL. يبقى انت اول ما تشوف في اي منتج ان يحتوي على دهون مهدرجة او دهون نباتية مهدرجة جزئيا او دهون متحولة، فورا سيب المنتج ده وما تدخلوش في نظام اكلك ويومك.